ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة. وحشتوني كتير خالص خالص، بقالنا فترة كبيرة ما نزلناش فيديوهات مع بعض ولا عملنا وصفة جديدة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كيكة تحفة، مش قادرة اوصف لكم حلاوتها ولا طعمتها ولا ريحتها، حاجة كده لازم تجربوها. وكمان مكوناتها في منتهى البساطة، عشان كده انا متأكدة ان بعد الفيديو هتقوموا تعملوها حالا. كيكة بتدوب في البق ذوبان، ملقتش الصراحة كلام في العنوان يوصف جمالها. المقادير بتاعتها سهلة وبسيطة، والطريقة بتاعتها اسهل كمان، والمكونات موجودة في كل بيت، هتعمليها في دقايق معدودة وهتكون عندك الكيكة جاهزة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف مكونات الكيكة بتاعتنا اللي لازم تجربوها. المقادير بتاعتنا عبارة عن 1.5 كوباية من الدقيق، سواء كان الدقيق مخصص للكيك او دقيق متعدد الاستخدام. وبحتاج عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وبحتاج باكت من الكريم كراميل، اي نوع انتوا بتحبوه ده النوع اللي انا استخدمته. وبنحتاج كمان 1.25 كوباية من الزيت، وكوباية من الحليب، وكوباية من سكر حبيبات عادي خالص. وهنحتاج كمان معلقتين كبار من اللبن الباودر. طبعا انا هنا مستخدمة المعلقة المعيارية اللي انتوا شايفينها دي، لو مش موجودة هنستخدم المعلقة بتاعة الاكل العادية، بس هنستخدم منها معلقتين كبار هرميين. تمام كده؟ تمام. نكمل مع بعض. وبحتاج معلقة كبيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر، وبنحتاج طبعا الفانيليا عشان زفرة البيض، كمان واخيرا بقى معلقة كبيرة من الخل. طبعا مكونات الكيك تقريبا ثابتة في كل الانواع، بس كل نوع ليه اضافة كده، حاجة بسيطة بنضيفها. وطبعا تكنيك العمل بيختلف من كيكة للتانية. يلا بينا كده نقول بسم الله ونبتدي الطريقة بتاعتنا. اولا هنخلط المكونات الجافة، الدقيق مع البيكنج باودر او الكيك شيف. وما ننساش طبعا ان الدقيق بتاعنا لازم ننخله 2-3 كده عشان ندخل فيه هواء كتير، ما يكونش فيه اي تكتلات. وما ننساش الذرة البسيطة من الملح دي اللي بتظبط معنا الكيكة. وهنخلط المكونات دي كلها مع بعضها كويس قوي كده. اول خطوة خلصنا منها وهي خلط المواد الجافة. تعالوا بينا ندخل على الخطوة التانية، هي خلط المواد السائلة. بمنتهى السهولة والبساطة كده هنجيب الخلاط بتاعنا وننزل فيه بكوباية السكر. وكوباية السكر هنا بتطلع سكره يعني كويس، او نقدر نقول الكيكة دي مسكرة شوية. اللي ما بيحبش السكر زيادة قوي يقدر يضيف 1.25 كوباية من السكر. وبعدين نزلت بالحليب وعليهم الزيت، ونزلت باللبن الباودر ونستخدمنا معلقتين كبار. واخيرا بقى هضيف باكت الكريم كراميل. طبعا انا هستخدم هنا الكريم كراميل الباودر. كيس الكراميل ده انا هركنه دلوقتي على جنب، مش محتاجاه حاليا، وهنستخدم الباودر بتاعه. هضيفه على المكونات الموجودة عندي في الخلاط، وهنبتدي ناخد المكونات بتاعتنا دي وهضربها كويس جدا في الخلاط. هضربها تقريبا من 2-3 دقايق. طبعا مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده، كله في شفشق الخلاط. وهبتدي اضرب المكونات بتاعتي كويس قوي واتاكد من ذوبان السكر تماما. طبعا لو السكر بتاعنا خشن شويه هضربه الاول مع الحليب، وبعدين اضيف عليه الزيت وباقي المكونات اللي احنا قلنا عليها. تمام. ده القوام بتاع الخليط بتاعي، بيكون تقيل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا ضربته كويس جدا. بعد كده هبتدي اضيف عليه نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله. طبعا الفانيليا السايله ريحتها يا جماعه بجد عشق، ريحتها حلوه قوي. طبعا لو مش موجوده عندك استخدمي باكت من الفانيليا الباودر، مفيش اي مشكله خالص، مفيش حاجه توقفنا. الفانيليا في الخطوه دي تدي فليفر حلو قوي للصوص بتاعنا. طبعا هو حلو من غير حاجه، بس الفانيليا طبعا كلنا عارفين ريحتها بتبقى عامله ازاي، ريحتها تجنن. هنضرب بقى 2-3 كده عشان اتاكد ان الفانيليا اتمكست كويس قوي مع باقي الصوص. بصوا بقى القوام بتاعها بيبقى تقيل بالمنظر ده كده. تمام قوي، هو ده القوام المطلوب. هنبتدي نعمل ايه؟ هبتدي اخد كوباية كبيرة كده بالمنظر ده من الصوص اللي احنا جهزناه. هاخد الكوباية دي واركنها على جنب، دي هنستخدمها بعدين، هنعرف مع بعض هنعمل بيها ايه. باقي الصوص الموجود عندي في الخلاط تعالوا نشوف هنضيف عليه ايه. هبتدي اضيف عليه عدد 2 بيضة. طبعا البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. ضيف معلقة كبيرة من الخل ده بيشيل زفرة البيض تماما من الكيك. ثانيا بيديني لون فاتح قوي للكيك، وبيخلي الكيكة عندي هشة وجميلة.
وبعدين هبتدي اضيف نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله، مش موجوده بنضيف باكت تاني من الفانيليا الباودر، مفيش اي مشكله. وباستخدام السباتشولا كده ببتدي انزل بس الصوص الموجود عندي على حيطان الشفشق بالمنظر ده، وبنضرب بقى المكونات دي كلها كويس لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. بنضرب الخليط بتاعنا لمدة دقيقتين تقريبا، مش اكتر من كده، نركز في الحتة دي يا بنات. بنضربه لمدة دقيقتين، هنلاقي الخليط بتاعنا بقى فومي قوي، يعني فيه فومز كتير كده نضمن الكيكة بتاعتنا تطلع فلافي وجميلة بإذن الله. هنا بقى هبتدي اجيب بس بولة كبيرة كده عشان اعرف اخلط فيها. نزلت فيها بالدقيق بتاعنا اللي احنا خلطناه مع البيكنج باودر او الكيك شيف، ومعاهم طبعا ذرة الملح البسيطة دي. وهبتدي بقى انزل بالخليط السائل ده على الدقيق، وننزل بكل المقدار الموجود عندي في الخلاط، طبعا علشان المكونات بتاعتنا تكون مظبوطة مع كمية الدقيق. غير كده طبعا الزمن اللي احنا عايشين فيه مش محتاج نهدر فيه اي مكونات، لان كل حاجة احنا عارفين غليت ازاي وغليت قد ايه. وبعد كده هنجيب الويسك بتاعنا او اللي هو المضرب اليدوي العادي، ونبتدي نقلب بقى الخليط ده كده مع بعضه لحد ما نحس مفيش اي تكتلات للدقيق خالص، يبقى الخليط بتاعنا سموث بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده بقى القوام الصح للكيك، القوام بتاعي كده بيرفكت قوي. ودي خطوة مهمة يا بنات في اي نوع كيك احنا بنعمله، لازم التقليب يكون في اتجاه واحد. بعد كده هنجيب القالب او الصينية بتاعتنا، بفضل جدا الصواني الالومنيوم، الصراحة بتوزع الحرارة بشكل متساوي والتسوية بتاعتها بتكون ممتازة فوق الممتازة كمان. بجيب الصينية دي، صينية مقاس 26، لو حابين ارتفاع الكيكة يكون اعلى صغري حجم الصينية، يعني استخدمي مقاس 24 او 22. بدهن الصينية بتاعتي بالزيت وبعفرها بالدقيق، وبنزل فيها بخليط الكيك بتاعنا. طبعا بديها خبطتين 3 كده في الكاونتر قدامنا عشان نطلع اي فراغات هواء، مبقاش فيه فراغات بين الكيك. وهبتدي ادخل الكيك بتاعي الفرن. هنسوي بقى الكيك ازاي يا سماح؟ هنسويه على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط، وهنشتغل من تحت بس. طبعا الشواية بنشغلها اخر 5 دقايق عشان تدينا اللون الجولد للكيك، وده بيكون شكل الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. الصراحة الكيكة خطيرة، الكيكة طرية قوي، هشة قوي، ريحتها الريحة خطيرة، الريحة قلب الدنيا كلها. شايفين الكيك عامل ازاي؟ اللون جولد بجد يجنن. هنبتدي بقى نسيب الكيكة دي تهدى شوية لحد ما تبقى دافية، يدوب دافية كده. وهي دافية هبتدي اجيب تلت كوباية من اللبن، وابتدي ادهن بيها الكيكة بتاعتي، او بصبها على وش الكيك والكيك بيشربها، ما تقلقوش بالمنظر ده كده. تمام قوي. طبعا شوية اللبن دول بيخلوا الكيكة اكتر طراوة. هسيب بقى الصينية بتاعتي لحد ما تبرد تماما، ما يبقاش فيها اي نوع من الحرارة. وبعدين هبتدي نحط عليها الصوص اللي احنا اخدناه في الاول، الكوباية دي اللي كانت في التلاجة. هضيف الصوص على وشها بالمنظر ده. طبعا ريحة الصوص تجنن، ريحته خطيرة قوي. هوزعه بالتساوي على الصينية كلها. الكيكة دي يا بنات بجد رهيبة، الكيكة دي حلوة قوي، سهلة قوي، مكوناتها بسيطة، بس ريحتها وطعمها بجد يجننوا. واخيرا بقى ده كيس الكراميل، هوزعه على وش الكيك بالمنظر ده كده على هيئة خطوط. وهستخدم هنا الستيك او اللي هي الخلة، او ممكن طرف سكينة، وهبتدي رايحة جاية عشان نعمل الشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى الكاميرا كانت وقفت للأسف، فبعتذر عن اللقطة دي، بس حبيت اعيد لكم بس او اضيق الرسمة كمان. بروح وباجي بالستيك بالمنظر ده كده عشان نعمل الشكل القمر ده. الكيكة دي مختلفة جميلة قوي وهشة جدا، الصوص اللي عليها بجد تحفة، بجد طعمها خطير جدا. هنبتدي بقى نطلع قطعة كده ونشوف الحلاوة والطراوة والجمال بتاع الكيك. الكيكة دي بنحفظها في التلاجة، بنحطها في التلاجة، حابة تسيبيها برا as you like، دي حاجة ترجعلك. هبتدي اقطع بس قطعة كده عشان نخرجها ونشوف الكيك عامل ازاي. الكيك فلافي ويجنن بجد، ريحته خطيرة وطعمه احلى بكتير. هنتأكد احنا من الطعم دلوقتي، بس بجد النتيجة مضمونة بإذن الله. الكيك ده بيشرفك قدام ضيوفك، وفي العزومات كمان بنقدمها كأنها جاتو الكراميل. تعالوا بقى ندوق ونتأكد من الطعم. بجد الكيك بيدوب في البق دوبان،
الصوص خرافة، الصوص خطير جدا. حبيت اتأكد من الطعم مرة كمان، فهدوق مرة تانية. بجد طعمها حلو قوي، اتفضلوا معايا، بجد خطيرة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. لو حبيتوا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب في القناة. باي باي، في رعاية الله، اشوفكم على خير.